انا كنت هضيع ابني في ثانويه عامه، وزي ابهات كتير شايفه مقصر في حق نفسه، شايفه مقصر في حق مذاكرته، فكنت دايما انت فاشل يا ابني، انت هتضيع يا ابني. لو الشهر خلص وانت ما بعتش ولا بيعه وراجع البيت باصص في الارض وحاسس انك فشلت، الفيديو ده ليك. النهارده انا مش جاي ابيع لك حاجه، انا جاي نبني سوا عقليه البني ادم. دكتورة في جامعة ستانفورد اسمها كارول دويك عملت نظرية غيرت تفكير قاعدة كبيرة جدا على مستوى العالم. النظرية دي اسمها ايه؟ The Power of Not Yet، أو قوة اللسه شوية. ايه النظرية دي؟ عملوا امتحان لطلبة في مدرسة. الناس اللي سقطت في الامتحان ما بعتوش قالوا لهم انتوا فشلة او انتوا سقطت، بعتوا قالوا لهم نوت يت. بعد فترة راحوا عملوا الامتحان تاني للطلبة اللي قالوا لهم نوت يت. كانت النتيجة ايه؟ ان الطلبة دي كلها جابت امتياز. الناس دي عرفت ازاي تبني عقلية البني ادم، عرفت ان في كلمة ممكن تهد بني ادم، وكلمة ممكن تخلي بني ادم تطلع منه احسن ما عنده، وتلاقي نفسك بنيت لنفسك كادر محترم جدا وليه مستقبل واعد. لما جيت ادرس الموضوع ده وافكر فيه لقيته فعلا ده سحر. يا جماعه يا مديرين المبيعات، لما تيجي للبياع اللي عندك وتقول له انت ما حققتش التارجت، انت ما بعتش، انت ما بتنجز، انت وانت بتقول له الكلمه دي انت ما تعرفش حالته النفسيه دلوقتي عامله ازاي. في اللحظه اللي بيسمع فيها الكلمه دي ممكن يكون مش جاهز للكلمه دي، ممكن الكلمه دي تبقى نازله عليه زي الطلقه تحبطه. في حين ان انت لو جيت قلت له لسه شويه ودعمته وحاولت تساعده، انت ممكن تطلع كادر يفيدك انت شخصيا في الشغل. انا كنت شغال في مكان وكان المدير بيبعت لي الرسائل مع زمايلي، قولوا لايهاب اصبر جايه لسه شويه. فعلا لقيت ان قوه اللسه شويه دي قوه ساحره. والله العظيم انا اعرف ناس قعدوا 6 شهور ما باعوش مسمار، بس الفرق ان هم كانوا عارفين ان لسه شوية. كان بيتعلم، كان بيقوي عضلات عقله علشان يعرف يتنقل من اللأ للزبون اللي هيقول له اه. الناس دي دلوقتي بعد السنين دي، الناس دي هي اللي بتقود السوق دلوقتي، معلمين. لو كانوا قابلوا حد احبطهم كان ايه اللي هيحصل؟ اللي انا عايز اقوله ان فعلا انا ممكن بكلمة اهد بني ادم، وممكن بكلمة اطلع احسن ما عنده. انا كنت هضيع ابني في ثانوية عامة، وزي ابهات كتير شايفه مقصر في حق نفسه، شايفه مقصر في حق مذاكرته، فكنت دايما انت فاشل يا ابني، انت هتضيع يا، لحد ما سبحان الله جالي النظرية دي قصادي. ولما قعدت افكر فيها غيرت كل تفكيري تجاه ابني. قلت له استنى يا عم، تعالى لسه في امل. مش شرط ان احنا نطلع دكتور او مهندس عشان يبقى اسمك نجحت. ما انا برضو مش عايز اضيع الواد، مش عايز احبطه. هعمل ايه لما اقعد اقول له انت فاشل انت فاشل انت فاشل؟ هستفيد ايه؟ هيفشل. قلت له تعالى نقعد نبتدي من نقطة سوا احنا الاتنين، ايه اللي انت كويس فيه، ايه اللي نقدر نغير اتجاهنا ونعمله. انا عايز احافظ على ابني. ده اللي بيحصل بالظبط في سوق المبيعات. الفرق بين البياع الفاشل اللي بيستقيل بعد شهرين، ده اللي بيقول انا ما بعتش انا فشلت. اما البياع الحوت اللي هيسيطر على السوق، ده اللي بيقول انا لسه ما بعتش، انا بتمرن، انا بمرن عضلات عقلي ان انا استوعب كلمة لا لحد ما اوصل لكلمة اه. بقبل الزبون اللي بيقول لا عشان اعرف اوصل للزبون اللي هيوافق على الديل ده، وعادة بيوصل. الخلاصة يا جماعة اللي انا عايز اقولها، لسه شوية. لسه شوية دي معناها ان الباب لسه مفتوح. على فكرة يا شباب، وعلى فكرة يا مديرين المبيعات، انت عادي جدا تفقد كادر محترم بمجرد ان انت هديته بكلمة، وعادي جدا تكسب من واحد انت مش متوقع له النجاح لمجرد ان انت دعمته وقلت له لسه شويه. قولوا لي في التعليقات بقالك قد ايه نوت يت، وابعت لي وانا هقول لك تعمل ايه علشان توصل لمرحله النجاح او مرحله البيع.